10 ابلكيشنز لو حلفت لك انها موجوده مش هتصدقني، منها حاجات غريبه ومنها حاجات مرعبه، بس الاهم ان زي ما في حاجات غريبه في حاجات مفيده جدا ليك. ونبدا من الاقل غرابه للاغرب. رقم 10 ابلكيشن اسمه ويست ماي تايم. فايدته ايه؟ فايدته ان هو يضيع لك وقتك، شرحه نفسها. والابلكيشن ده بتفتحه وتدوس على زرار ويست تايم، او ان انت تبدا تضيع وقت. كل ما تضيع وقت اكتر وانت دايس على الزرار كل ما يحسب لك وقت ضاع من حياتك. وكمان بيقارنه لك باصحابك عشان يشوف مين اكتر واحد فيكم ضيع وقته، فممكن تبعته لاصحابك اللي بيحبوا يضيعوا وقتهم وتشوف مين الكسبان. واحنا كده لسه بنبدا، ولو انت او انت كسليين فالابلكيشن اللي جاي ده معمول مخصوص ليكوا، يعني لو انتوا ما جبتوش ما اعرفش مين اللي هيجيبه بصراحه. رقم 9 الابلكيشن اسمه ايزي دارك اوتسايد. بس كده، ابلكيشن موجود على الاي او اس عشان يقول لك الدنيا بره ضلمت ولا لسه. بكل بساطه بتفتح الابلكيشن يقول لك يس او نو على حسب الدنيا بره ضلمت ولا لا. ولكن خلي بالك، عشان لو الدنيا ضلمت بره والابلكيشن ده قال لك يس، في الابلكيشن الجاي انت مستحيل تنزله لان انت هتترعب. رقم 8 ابلكيشن جوست ديتكتور، موجود على الاندرويد وموجود على الاي او اس. ابلكيشن بتفتحه وتدي اكسس للكاميرا وبتبدا تسكان الاوضه من حواليك، وبيبدا يطلع لك لو في اي اشباح قاعده حواليك. مش بس كده، الابلكيشن ده كمان بيخليك تسالهم لو انتوا اشباح خيره ولا اشباح شريره، هل الاشباح دي جايه تاذيني ولا مش جايه تاذيني. بتفتح الابلكيشن وتدوس ستارت وتبدأ تلف من حواليك. هو بياخد دقيقة كده تقعد تلف بيها الكاميرا لحد لما يلاقي حاجة، على اساس ان انت بقى بتفتش في البيت مثلا. لقى حاجة، تعالوا نشوف. انت مين يا عم اسماعيل؟ هسأله دلوقتي. ما اسمك؟ بيكتب هيروغليفي يقول لي النيم برنابس. يا برنابس، هل انت خير ام شرير؟ اتمنى يكون خير لانها لسه في اول الفيديو، فمش هعرف اوقف دلوقتي ولا هطلع اجري. يشفخ تخسخخ تخت مبشخ بخ تسخ فخ. ده انا بحاول اقرا اللغه دي. شنخنفو. هو بيسال سؤال، يعني الراجل كان بيقلب رزق، يعني بيسرق الناس كده من جيبهم وبيدي للفقراء، فيعني مش هنحكم على الراجل برضه، وهو الله يرحمه يعني. ولو طلعت تجري بعد الابلكيشن اللي فات فانت اكيد محتاج الابلكيشن اللي جاي عشان يقول لك على احسن كوتشي تجري بيه. الابلكيشن رقم 7 وهو ابلكيشن وانا كيكس، وده موجود على الاي او اس. الابلكيشن ده بكل بساطه بتفتحه وبالاوجمانتد رياليتي او الواقع المعزز يبدا يجيب لك محلات او ستورز كتير قوي بتبيع كوتشيات وبراندات معروفه بكل المودلز المعروفه اللي جوه المحلات دي، وانت تبدا تنقي الموديل اللي انت نفسك تلبسه وتشوفه على رجلك، وكمان تقوم تتمشى بيه وتشوف نفسك هل عاجبني الكوتشي ولا مش عاجبني، عشان تختار اللي انت عايزه قبل ما تنزل حتى وقبل ما تفكر. ونيجي للابلكيشن الاغرب اللي بعده. لو انت خلاص زهقت من موبايلك وقررت ترميه، فابلكيشن رقم 6 هيفيدك جدا، لان انت هترميه حرفيا ولكن هترمي موبايلك لفوق، وده يقول لك انت رميت لارتفاع قد ايه. ولكن طبعا زي ما انت جيب بالك بالظبط، الابلكيشن ده موجود على اندرويد بس، لان اكيد ابل لو شافت حاجه زي دي هتذبحه وهتذبح صاحب الابلكيشن. والابلكيشن ده اسمه سند مي تو هيفن، او من الاخر كده يعني يلا موتني. وبعد ما بتوافق على مسؤوليتك الشخصيه ان انت هترمي الموبايل بتاعك، تمسك الموبايل وتروح رميه لفوق ويقول لك ان انت رميته على ارتفاع 0.27 متر. طبعا ما انصحش اي حد بالابلكيشن ده غير لو انت ما انصحكش بيه برضه. رقم 5 لو انت حد نومه تقيل وما بتصحاش غير بالطبل البلدي، فاكيد الابلكيشن ده معمول مخصوص عشانك، ولو انت ما نزلتوش فانا ما اعرفش مين هينزله. الابلكيشن ده عباره عن الارم بيخليك تلف حوالين نفسك، حرفيا بتلف حوالين نفسك. بتفتح الالارم وتدوس على زرار المايك اللي موجود في الالارم وتبدا تقول له انت عايز ايه نوع الالارم بتاعك. فمثلا في حاجه اسمها سبين الارم، هدوس على سبين الارم وتعمل له تيست، فهدوس على تيست الارم. هو كده بيرن وعايزني احط صباعي الاتنين او صوابعي الاتنين على الشاشه وابدا الف بيه، فتعالوا نجرب. حطيت ايدي، يلا نلف. هوبا، قفش ان انا مش واقف، بيقول لي ستاند اب. حاضر اهو يا اسطى انا بلف يا اسطى. اوبا I switched off your alarm. يا جدع مش كده يا جدع، دوختنا. كمان ممكن تعمل بيه مسائل رياضيه او ماث ويبدا يصحيك عليها، يا اما تحلها يا اما مش هيسكت، فهيفضل وراك لحد لما تصحى. يعني هتصحى. بس بصراحه انا شايف ان حل ان انت تلف حوالين نفسك ده احسن من المسائل بكتير. رقم 4
لو في حد عزيز عليك قوي وشوف بسترس ازاي على السين وانت عايز تطلع عينه او ترخم عليه، فالابليكيشن ده اكيد معمول ليك. وهو بس مش عشان ترخم بيه على الناس، لا، ممكن تلاقي بيه افكار تانية كتير جدا وتبدع بيه حاجات تانية كتير. الابليكيشن ده اسمه اوتو كليكر، موجود بس على الاندرويد، وفايدته هو ان انا بخلي الشاشة يتعمل لها تاتش لوحدها. فتعالوا نجرب نرخم على واحد صاحبي مثلا ونبدأ نعمل زراير معينة يداس عليها. فهدوس على بلس اللي موجودة دي واقول له مثلا ألف أنا تقريبا نسيت شوية سبيسز في النص، ولكن خلينا نجرب وبعدين ندوس سند. يلا ندوس، وبعد كده بتدوس على علامة بلاي اللي موجودة دي. أهلا، لازم تطلع تجري. هدوس ستوب لان هو فعلا ما سابش سبيس. بعدين نقول له سند يا ابو خال وندوس على بلاي. لازم تطلع تجري ويدوس ويفضل شغال مع نفسه عادي، يعيد ويزيد ويقعد يبعت طول النهار. انت ممكن تسيبه كده خلاص بقى، هو حد مضايقك فانت هتفضل تدوس وتخليه لحد لما نخلص الفيديو. ولكن لو ده صاحبك اللي بتخش معاه السينما وباقي عليه، فالابليكيشن اللي جاي ده انت لازم تقوله له لانه مهم جدا جدا جدا. ابليكيشن رقم 3. لو انت واحد من ناس كتير قوي بتخش السينما تشرب حاجه او تبقى سقعان مثلا فبتتزنق، وفي نفس الوقت مش عايز تقوم تضيع منك مشاهد زي ناس كتير قوي، وبتستنى الاستراحه وانت خلاص هتنفجر ولازم تقوم الحمام، الابليكيشن ران بي موجود على الاندرويد والاي او اس عشان يحل لك المشكله دي. انت بتقول له على الفيلم اللي انت داخله ويبدا يطلع لك المشاهد اللي ممكن تقوم فيها وما تأثرش على مشاهدتك للفيلم، وما تأثرش كمان على القصة اللي انت بتتفرج عليها. فمثلا هيجيب لك دلوقتي اخر افلام موجودة في السينما، وممكن تختار الفيلم اللي انت داخله ويبدأ يقول لك لو في كمان مشاهد بتيجي في اخر الفيلم هيقول لك، ويجيب لك زرار كده اسمه فيو بي تايمز، لو دوست عليه هيقول لك امتى تقدر تقوم تخش الحمام. اول واحده مثلا بيقول لك ان في واحد هيقول لواحده it was good to see you. اول ما يقول كده فده بدايه مشهد انت تقدر تقوم تخش في الحمام. ما كنت تعبان وارتحت. وكمان بيقول لك بقى ان ده هياخد وقت كذا او ده مش مفيد ليه. وكمان ممكن تعمل نوتيفيكيشن تجي لك قبلها ب 30 ثانيه تقول لك يلا قوم خش الحمام، المشهد اللي جاي ده مش مهم. وطالما دخلت الحمام فانت لازم تقول ان انت كنت في المكان ده قبل كده. وده هيجيب لك رقم 2 places I have pooped او poop map على حسب انت اي او اس ولا اندرويد. وده ابلكيشن عشان تشوف على الماب الاماكن اللي انت دخلت فيها الحمام. مجرد ما بتخش الحمام بتفتح الابلكيشن وتعلم على الحته الفلانيه وتقول ان انت كنت هنا قبل كده وزروطت الدنيا. وكمان تقدر تضيف صحابك عشان تشوف مين من صحابك دخل فين قبل كده. هو انت تاني وفي عايز دخول الكابينيه؟ مش عارف استفاد ايه مش عارف ممكن اعرف ليه معلومه زي دي. واخيرا وليس اخيرا، رقم 1 احلى واغرب ابلكيشن شفته بقالي كتير جدا جدا جدا. الابلكيشن ده من جوجل. تخيل كده نفسك نازل مواصلات او مثلا نازل تسوق وانت متعود ان انت تسمع بودكاست، ده حاجه مفيده، ولكن النهارده انت مش لاقي توبيك او موضوع معين جاي على بالك تسمعه، حاجه مفيده كده ايه تسليك في الطريق. فقررت ان انت تعمل البودكاست لنفسك. يعني ايه بقى لنفسك؟ يعني انقي الموضوع اللي انا عايزه، سواء بقى فيديوهات، ريسيرش معين، فايلات بي دي اف، فايلات مش عارف ايه، او ويب سايتس، تجمع كل الداتا بتاعتك وتديها للابلكيشن اللي جوجل عاملاه نوت بوك ال ام، وتعمل لك احلى بودكاست عليك تسمعه في الطريق. اي راجل بيكلم اي ست. ومش بس ده الغريب، الاغرب من كده ان انت نفسك ممكن تخش تجوين المحادثه دي وتتكلم معاهم وتقول رايك وهم يردوا عليك. Please feel free to chime in with any thoughts or questions you have. Yep. Oh yeah, go on. بعدين شفنا منظر غريب قوي في مثلث برمودا. كان كل الناس لابسين برمودا. Oh, so you're emphasizing its size and perhaps the fleeting glimpse you got? Like it appeared suddenly and وكله من السورسز اللي انت مديها لهم. يعني هم مش هيفتوا، مش هيطلعوا بره الموضوع. وكمان لو انت مش عايز تسمعهم ولا عايز تضيع وقتك في بودكاست، فممكن تخش على التشات، ممكن تسأل الأسئلة اللي انت محتاجها دي بالعربي او بالانجليش وهيردوا عليك. ولكن للأسف البودكاست ناقصه حاجة واحدة، ان هم مش بيفهموا لو انت دخلت تكلمهم عربي، او هم نفسهم مش هيكلموك عربي. فالبودكاست كله هيبقى بالانجليش ولكن عبقري. وتعالوا نسمع جزء من البودكاست. Hello and welcome to the Deep Dive. We're the place that takes your curiosity and, well, hopefully turns it into clarity. That's the goal. Today, we're diving into something legendary. A place where maps don't quite help and imagination runs wild. يا جماعة دول اي
دول اي اي. انتوا متخيلين الاصوات دي طالعه من اي اي؟ ده مش بودكاست حقيقي، ده بودكاست مجمع سورسز. متخيلين العبط؟ رايحين على فين؟ يعني انت لو عجبك اي موضوع ونفسك تسمع عنه بودكاست، عيش بجد. ايه اللي هيوقفك؟ لو في اي ابلكيشن من الابلكيشنز دي كان موجود اندرويد بس او اي او اس بس، فارجوك لو انت عارف البديل بتاعه على الناحيه التانية اكتبه لي في الكومنت. ولو في اي ابلكيشنز اغرب من كده برضو انت عارفها، سيبها لي في الكومنتس. ولو عجبتك السلسله دي برضو قول لي في الكومنتس عشان نكررها تاني. لو لسه بقى ما كنتش شفت فيديو المقارنه بتاع شات جي بي تي 5 و4 او وجيميناي وجروك وازاي تعمل بيهم لعبه، فما تنساش شوف الفيديو ده. ولو لسه مش عارف ان انت في خطر حقيقي وما تعرفش كل انواع الفيروسز وازاي تحمي نفسك، فارجوك ما تنساش شوف الفيديو. واكيد اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد كمان واشوفكم في حلقه جديده.